مغرب معناها شمال افريقيا الكل دخلوا معناها من غير الفيزا من غير التاشيره. لكن اليوم في قرار قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه القنصليه العامه المملكه المغربيه اللي في تونس تعلن رسميا انه الدخول الى المملكه المغربيه محمود باش يكون بالتاشيره الالكترونيه من بطبيعه كوب دافريك من 21 ديسمبر ل 18 جانفي. تقول انه السلطات المغربيه اعتمدت بشكل استثنائي ومؤقت التاشيره الالكترونيه على مواطني الدول المعفيه من تاشيره الدخول الى المغرب، ويشمل هذا الاجراء المؤقت مواطنو الجمهوريه التونسيه الشقيقه باش يبدا العمل به من 25 سبتمبر. دونك راهو التوانسه اللي باش يمشيو للمغرب ابارتير من 25 سبتمبر يلزم يكون عندهم الفيزا الكترونيك حتىش ل 25 جانفي 2026. يقول انه على الاشقاء التوانسه اللي يرغبوا في حضور مقابلات كاس الامم الافريقيه طلب التاشيره الالكترونيه عن طريق اون ابليكاسيون سموها يلا كيما هي اللي كانت في يلا كيما اللي كانت في قطر هي معناها نتاع الكوب دي موند الاخرانيه وحتى لي كومبيتيسيون الكل مش كان في الكوب دي موند كهو. دونك ابليكاسيون اسمها يلا وعدت خصيصا للتظاهره الرياضيه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه بالنسبه لطلبات الدخول من اجل السياحه الاعمال والى الزيارات العائليه وغيرها. يتوجب على اصحابها انه ايداع الطلبات نتاعهم قبل 96 ساعه من تاريخ الدخول عن طريق الموقع الالكتروني www.accesmaroc.ma. دونك الاجراء هذا يستثني كما نقولوا مؤقتا هما اصحاب جوازات سفاره دبلوماسيه خدمه خاصه والرسميه المقيمين في المغرب بشكل قانوني وعندهم بطاقه اقامه ساريه المفعول، العابرون للمطارات المغربيه سير ترانزيت من غير الدخول التراب المغربي، المتزوجين ولا المتزوجات من حاملي الجنسيه المغربيه ويلزم يكون عندهم كما نقولوا هما رابطه للزواج ما يثبت، وعندك البالغون من العمر 55 سنه فما فوق. الاجراء هذا لقى مؤيد ومعارض محمود في